قال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: إن العيد فرصة عظيمة لبث روح التسامح بين المسلمين. جاء ذلك في كلمة وجهها للمواطنين والمسلمين بمناسبة عيد الفطر ألقاها نيابة عنه عبر التلفزيون الرسمي وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد. وأضاف الملك سلمان: لقد هذب الإسلام النفس الإنسانية في كافة أحوالها، وجعل من العيد فرصة عظيمة للتواصل وبث روح التسامح والألفة والتكامل بين أفراد المجتمع الإسلامي. وتابع أنه في العيد يجود الغني على الفقير مما أنعم الله عليه من فضل، ويصفح المظلوم عن ظلمه، ويصل ذو الرحم رحمه. كما تعرض العاهل السعودي في كلمته للإرهاب الذي يعاني منه العالم بشتى أصنافه، فهو آفة العصر بما نتج عنه من فساد للسكينة والسلام الذي كان يخيم على المجتمعات الآمنة. ونبه أيضا إلى دور بلاده في خدمة المعتمرين والحجاج في الأراضي المقدسة، قائلا إنها فتحت قلبها لضيوف الرحمن وسخرت لهم كافة الإمكانيات والجهود في سبيل راحتهم. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت دول الخليج الستة باستثناء سلطنة عمان أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر. ويحل هذا العيد على دول الخليج في ظل أزمة غير مسبوقة بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع الجارة قطر قبل 3 أسابيع. ودعت الدول الثلاث مواطنيها إلى مغادرة الدوحة خلال 14 يوما، وأمهلت القطريين نفس المدة التي انقضت فعليا، ولم يعد بإمكان آلاف الأسر المشتركة تبادل الزيارات في العيد. وشملت قرارات الدول الثلاث التي انحازت لها أطراف حليفة من المنطقتين العربية والإفريقية فرض حصار نبري وجوي وبحري على الدوحة بذريعة دعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة. أشدت الدوحة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.